بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 36 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. هذا سائل يقول: ما حكم إنكار علم التأويل للأحلام؟ تقدم معنا أن الذي ينكر علم الرؤى وتعبير المنام هم المعتزلة، ثم هم عقلانيون ومن وافقهم على هذا الفكر فهم أهل ضلال، وإلا فعلم التعبير ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، إجماع علماء أهل السنة. الإجماع قائم على صحة الرؤى والمنامات وأنه ثابت بالأدلة، وأيضا التعبير الذي هو التأويل لهذه المنامات. وهذا أخ عنده رؤية، ونحن من شرطنا أول ما بدأنا الدرس ألا ترفع الرؤى والمنامات، وأيضا بعد انتهاء الدرس لا تعرض الرؤى والمنامات، إلا أن هذا الأخ يقول قد أقلقته، مع أنها ليست مقلقة. قال: والد رأى ولده في المنام يقبل ولدا. هو يريد تفسيرها. قال: للقلق الذي انتابه وحصل له. أولا تعلمون أن التعبير لا بد له من استفصال، فغير معتمد أن تعبر رؤيا لمجهول بتعبير تفصيلي، لكن ممكن أذكر لكم تعبير مجمل لمفردات ورموز مثل هذه الرؤيا، وليس هذا على سبيل التعبير الخاص لهذا السائل، لكن أريد الجميع يركز لأنه تعبير فيه فائدة. أعني لفك رموز هذه الرؤيا: والد رأى ولده يقبل ولدا، يعني هذا الأب رأى أن ولده يقبل ولدا آخر. لعل الأب خاف من هذه الرؤيا أن ولده ربما يقع في ما يتعلق بالمردان والأولاد وما شابه ذلك، ولهذا قد يتسلط عليه الشيطان بهذا التفكير. أريد الجميع يتصور الرؤيا. هذا الرجل الذي جاء بهذه الورقة يقول: رأى والد ولده يقبل ولدا، أي ولدا آخر. هذه الرؤيا بشارة لهذا الرجل من جهتين، وهذا غير معتمد إلا أن نستفصل منه، لكن كما سبق وقلت لكم هذا من باب التفصيل للرموز من باب الفائدة. هذا الرجل تدل هذه الرؤيا له على بشرى من جهتين. الجهة الأولى: الولد هنا يعبر بالعمل الصالح. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وهذا العمل الصالح متقبل عند الله لهذا الرجل. من أي دليل؟ من قوله يقبل ولدا. واضح؟ فإذن ليست هي على ظاهرها أنه يقبل الأولاد والمردان وأنه يقع في فاحشة اللواط والعياذ بالله. لا يتسلط الشيطان بهذا التفكير. هو عمل صالح يرفع لهذا الرجل. وأيضا في الحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. قال: وولد صالح يدعو له. فإذن هو عمله الصالح، فقوله يقبل هذا عمل صالح يتقبله الله. هذا من حيث العموم عمل صالح. ما هو هذا العمل؟ قد يكون عمل صالح من جملة الأعمال الصالحة الكثيرة، وقد يكون هذا العمل الصالح أبناؤه، فهو محسن في تربيتهم، وهو ينشئهم نشأة حميدة وطيبة، فهذا يتقبله الله. وكونه يقبل ولدا فهذا يدل على ذرية طيبة، ذرية صالحة، بعضها من بعض. هذا هو الذي يظهر في رموز هذه الرؤيا من حيث العموم. وأما على وجه الخصوص فلا بد من استفصال. لما نستفصل الوالد الذي رأى مثل هذه الرؤيا نقول له: هل ولدك هذا كبير في السن أم صغير؟ وهل الولد الذي قبله معروف
هذا مهم. إن كان معروفا تعبير يناسب الحال والمقام، فقد يكون إنسان يزامله في الطلب فهو يسمع معه، فهو يكنه الحب والود والاحترام، لأن القبلة لا تأتي إلا نتيجة احترام. يقبل ولده، الأخ يقبل أخاه، الطالب يقبل معلمه في رأسه، في جبهته، إلى آخره. فإذن من هنا تستفيد فائدة أن الاستفصال مهم جدا، ومعرفة حال صاحب الرؤيا هذا يعينك على فهم التأويل المناسب لكل أحد بحسبه. قال في الحديث: تقبلون صبيانكم، أو أملك أن الله قد نزع من قلبك الرحمة، تدل أن هذا الولد سيكون رحيم، أو إن كان عنده أبناء تدل على أنه رجل كريم ورحيم ويملك قلب عاطفي، إلى آخره. فإذن التعبير بحسب الاستفصال. إنما أردت هنا مزيد فائدة تستفيدوها كيف يتم الاستنباط لرموز الرؤيا. ولا زلنا في القواعد. قال: القاعدة السابعة: الرؤيا لها تفسير في أي وقت رؤيت فيه من ليل أو نهار. رؤيت، عدلها، نعم، في أي وقت رؤيت. قال: الرؤيا لها تفسير في أي وقت رؤيت فيه، سواء كانت في الليل أو في النهار، حتى لو كانت الرؤيا بعد الفجر. ومما يسأل عنه الكثير من الناس: هل الرؤيا تفسر إذا رؤيت أي وقت من ليل أو نهار، أو بعد الفجر أو بعد العصر؟ تجد المخبطين من المفسرين في الكتب من زمن قديم الذين صنفوا وهم ليسوا من أهل العلم، ربما ذكروا في كتاباتهم أن الرؤيا لا تعبر بعد الفجر ولا بعد العصر، يفصلون، وهذا مخالف للأدلة كما سترى. وإنما للرؤيا شرط واحد، فما هو يا أبا المجد؟ النوم. أحسنت، هذا هو شرط الرؤيا، النوم. فإن نام من ليل أو من نهار تعرض تلك الرؤيا ولا ترد، فتقال: متى رأيت الرؤيا؟ إن قال: رأيتها بعد الفجر، يقال: اذهب، فلا تعبير لها، أو يكون عنده قاعدة أنه لا تأويل لها. هذا غير صحيح، وإنما هو شرط واحد: إذا نام الإنسان واستيقظ، هنا يعرض رؤياه، ثم بحسبها، قد تكون من الشيطان، قد تكون من الله، قد تكون من حديث النفس، قد تكون من أضغاث الأحلام، بحسب حال الرؤيا، ثم بحسب قوتها وضعفها، ثم بحسب حال الرائي وما هو واقعه، إلى آخره. لكن هنا لا بد وأن تفهم هذه القاعدة. فأما أن يقال قاعدة: الرؤيا بعد العصر لا تعبير لها كما هو مذكور في بعض الكتب، أو الرؤيا بعد العصر، أو الرؤيا قبل الظهر، كل هذا مما لا دليل عليه، بل الأدلة جاءت على خلافه. قال: والجواب على ذلك أنه لا فرق في كونها بالليل أو بالنهار، فكلها سواء إن جمعت شروط الرؤيا الصالحة. وقد نبهت على هذه المسألة لأنه جرى على ألسنة الناس أن الرؤيا إن رآها الشخص بالنهار أو بعد الفجر أنها ليست رؤيا صالحة، وأنه لا تفسير لها، وهذا غير صحيح، لأنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى في المنام رؤى، وكانت في النهار، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ذهب إلى قبى يدخل إلى أم حرام بنت ملحان. قبى تبعد عن المسجد النبوي بالسيارة قرابة 15 دقيقة، هكذا يا أبا المجد، وأما بالمشي على الأقدام بقرابة 20 دقيقة 25 دقيقة، إنما مع اختلاف الطرقات والزحام قد يكون هناك بالسيارة مشقة، أما لو مشى بالقدمين فهو يصل سريعا، ربما أقل مما ذكرته لكم.
قال يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت تحت عبادة بن الصامت أي زوجة عبادة رضي الله عنه، وقد تقدم معنى هذا الحديث وإنما كرر في هذا المقام للمناسبة. قال فدخل يوما فأطعمته، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك، نام عندها وكانت محرما له بالإجماع، إنما اختلفوا ما هي صلة المحرمية، وإلا فقد أجمعوا أنها من محارمه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، أي وسط البحر، فوق البحر، ظهر البحر، كل هذه المعاني متقاربة كما تقدم معنا، أيضا تقدم معنا في درس شيخنا في صحيح مسلم. ملوكا على الأسرة، قالوا هذا وصفهم في الآخرة أنهم كالملوك على الأسرة في الجنة، وقيل كالملوك على الأسرة في الدنيا لما تحصل الفتوحات والغزوات، ثم ينكس الله ملوك كسرى وقيصر وما إلى ذلك. هنا يكون الصحابة ملوك على ما كانوا عليه، ما كان عليه أولئك، أي على سرورهم وعلى كراسيهم ومناصبهم. وقيل أيضا كالملوك على الأسرة، وقيل هي المركوبات التي يركبونها والكراسي التي كان يجلس عليها ملوك الكفر. أو قال مثل الملوك على الأسرة. شك إسحاق قلت ادعوا الله أن يجعلني منهم، فدعا أي يجعلها من هؤلاء الذين بشروا أنهم كالملوك على الأسرة، أي في الآخرة في الجنة. ثم وضع رأسه فنام، ثم استيقظ يضحك، فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. فركبت البحر زمان معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. معاوية رضي الله عنه وكان في إمرة الشام لما كان الخليفة عثمان ابن عفان ولاه على الشام، وكان معاوية رضي الله عنه يحب ركوب البحر، أن يغزو على السفن على القوارب، يركب هو ورجاله، هذا يسهل عليهم المسافة البعيدة، لأنهم لو مشوا برا لطالت المسافة. وكان عمر ينهى أن يسافروا عن طريق البحر لما في ذلك من أهوال ولما يحصل في البحر من هيجان، فكان عمر يتخوف. ولا يعلم أنهم قد ركبوا إلى غزو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ركبوا في غزو فيما أعلم. الشاهد كان معاوية رضي الله عنه ابن أبي سفيان يستأذن من عمر يركب البحر ليذهب جهادا في سبيل الله لبعض الفتوحات، وكان عمر يأبى حتى جاءت خلافة عثمان ابن عفان، وكان معاوية ابن أبي سفيان ابن عم عثمان بن عفان، فأذن له فركب البحر. وليس المراد أن هذا كان في زمن ملك معاوية ابن أبي سفيان، وإن كان قد قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الصحيح أنه في زمن عثمان ابن عفان لما كان معاوية بن أبي سفيان أميرا على الشام، فصرعت عن دابتها. وهذا في أي غزوة؟ ما هي المنطقة التي غزاها معاوية؟ وأنت قبرص، أحسنتم. فأين تقع قبرص؟ أين تقع قبرص يا أبا إسحاق؟
نعم. وأنت؟ أحسنتم. نعم يا أبا عبد الله، في تركيا. نعم أحسنتم، في تركيا. فلما أراد غزوهم صالحوه أنهم يدفعوا كل سنة جزية، فتركهم معاوية، وهذا يعد فتحا، هذا يعد انتصارا. فلما أرادوا الرجوع وأرادت أم حرام بنت ملحان أن تركب على دابتها صرعت، دقت عنقها فسقطت وماتت. فكان هذا مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت من الأولين. ولا يعلم أنه قد مات أحد غير أم حرام بنت ملحان في هذه الغزوة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بقوله غزاة، وإن لم يكن هناك قتال وقد تم الصلح إلا أنها تعد من الغزوات، وهذا معروف. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج للقتال ولا يحصل قتال فتسمى غزوة وتذكر من جملة غزواته. وإنما الشاهد من الحديث، وهو الذي أردناه في هذا الموضع، أن هذه الرؤيا كانت في النهار. قال: شاهدنا أنه كان يدخل عليها حين يذهب إلى مسجد قباء، ومعلوم أن ذهابه إليه كان نهارا في وقت الضحى بعد أن تشرق الشمس كما في الصحيح، فهو دخل عليها في هذا الوقت ونام، وذلك وقت قيلولة، ثم رأى هذه الرؤيا. والشاهد أنها كانت نهارا. القيلولة منهم من يقول هي ما كانت قبل الزوال، يعني لو كانت قبل الزوال بلحظات هذا لم يختلفوا فيه أنها تسمى قيلولة. القيلولة إنما تطلق على ما كان وسط النهار، وإنما أردنا في هذا الموضع أنها كانت نهارا، لأن بعضهم يرى أن الرؤيا بالنهار لا تعبير لها. لماذا؟ قالوا: لأنه يخالطها حديث النفس، ما يحصل من مشاغل وما يعلق في ذهن هذا الرائي من أحداث حال يقظته، وما يحصل في ذلك النهار من شؤونه من معايش وما إلى ذلك، فهو إنما هو نتيجة إرهاق وتعب، ومن هنا تتولد رؤى منامية لا تعبير لها، وهي من قبل حديث النفس. هكذا يقولون ويفصلون، وهذا مخالف للأدلة. بل مما تقدم معنا أن من أصدق الرؤى بعض الأحيان رؤى القيلولة أو رؤى الغفوة، وهذه قد تكون نهارا. هذا إضافة إلى مثل هذا الدليل وغيره من أن الأدلة ثبتت من أن الرؤيا في النهار لها تعبير. والإمام البخاري نعم هو ذكرته هنا، وإنما بوب الإمام البخاري بهذا التبويب ليرد على من قال بأن الرؤيا في النهار لا تعبير لها ولا يجيزها، يقول الرؤيا شرطها أن تكون في الليل، فهو يضيف شرطا آخر إلى الشرط الأول، ما هو النوم. وهذا الشرط متى؟ قالوا شرط أن يكون في الليل، لأنه هو وقت الراحة والهدوء والسكينة، وهو غالب رؤى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى آخره. ومن خلال تتبعي واستقرائي في كتب الشروح ومن يكتب في هذا الباب من الأولين، لا تجد عنده رصانة وعلم وتأصيل في علم الحديث، ولهذا يقعون في تخبطات. وأما من كان من أهل الحديث، من كان له عناية واشتغال في علم الإسناد والبحث والتحقيق في الرجال والجرح والتعديل، هنا لا تنطلي عليه مثل هذه المسائل التي لا يبنى عليها دليل. ومن هنا تدرك أهمية علم الحديث، فإذا أتقنه الإنسان كان قويا، كان مؤصلا في كثير من الأبواب، حتى في باب تفسير الرؤى والمنامات. أنا اطلعت على رسائل كثيرة جدا في باب الرؤى والأحلام، بعضهم قد يكون عنده حصيلة وفائدة من خلال كتاباته وما يؤصل، لكنه لا يميز بين الحديث الصحيح والضعيف، فهو يذكره
ويسوقه، ويكفي عنده أن يخرج ويقول رواه فلان أو فلان. فإذا ما قلت له هذا الحديث ضعيف يقول من أنت تضعفه وقد قلت رواه الإمام أحمد، رواه الترمذي، رواه النسائي، فهذا عنده يعد دليلا قويا أن الحديث صحيح. وما أكثر من يكتب فيتخبط في هذا الباب بسبب عشوائيته وعدم تأصيله في باب علم الحديث. لكن الذي عنده خبرة ومكانة في باب علم الحديث هنا يفتح الله عليه، فإذا وجد حديثا لا يذكره ولا يكتبه حتى ينظر في أسانيده وينظر في طرقه، فلا يعتمده حتى يكون على بصيرة من أمره. فما أكثر من يؤلف ويكتب ويسود كتابه بأحاديث ضعيفة أو بأقوال لا دليل عليها، وأهم شيء قال فلان وهذا حديث رواه فلان وهذا حديث يستنبط منه كذا وكذا، يهمل في جانب مهم من جوانب العلوم التي تزيد الكتاب والتأليف مكانة. وأما أن يؤلف أو يكتب من ليس أهلا في هذا الباب فهو ضعيف، ومن يطلع ويقرأ في كتابه يشعر بأنه هزيل. وما أحسن ما قيل فدع عنك الكتابة لست منها ولو سودت وجهك بالمداد. فعلا هذه أبيات جميلة. قال وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الرؤيا بالنهار. وقال ابن عون عن ابن سيرين رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. ثم روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان، وذكر الحديث المتقدم. الإمام البخاري صاحب علم الحديث المتضلع المتمكن فيه. لا تظن أن تبويبات الإمام البخاري مجرد تبويبات على الأحاديث، فهي عميقة. وتبويبات الإمام البخاري مهابة، فهي تعني الرد في بعض الأحيان على من خالف في مسألة من المسائل. فهذا التبويب من الإمام البخاري ليس عبثا، ولا أعلم من قد بوب هذا التبويب غير الإمام البخاري قبل الإمام البخاري، وإنما أراد بهذا التبويب أن يرد قول من قال من الفقهاء أن رؤيا النهار لا تعبير لها، وأنها لا تفسر، وأنها من حديث النفس. فبوب بهذا التبويب عن ابن عون وهو عبد الله بن عون عن ابن سيرين الإمام المعروف المفسر المتضلع، مفسر رؤى الأحلام، ولا يعلم أنه يوجد مثله من جاء من بعده. وأما قبل ابن سيرين فكان الصحابة رضي الله عنهم، وكان قبل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن سيرين لم يكن مجرد معبر لرؤى المنام، وإنما كان من علماء الحديث، وكم تجد له من أحاديث في الصحيحين بل وفي الأمهات الست وفي المعاجم والتاريخ والسير. فلا بد وأن يكون متضلعا معبر الرؤى والأحلام. ما كان قويا ولا متضلعا متمكنا ابن سيرين إلا لما تحصل على العلم وتفقه في الدين. فهو يقول رؤيا النهار مثل رؤيا الليل، وهو لا يعني من حيث القوة، وإنما أراد من حيث أن لها تعبير. وإلا فكما تقدم معنا وفصلنا أن رؤيا الليل ومنتصف الليل هي أقوى رؤيا على الإطلاق إن كانت من قبيل المبشرات، ثم يليها رؤيا الغفوة، يليها رؤيا القيلولة، ثم يليها رؤيا الصبيان الأطفال، ثم يليها هذه التي ذكرناها من قبل لو راجعتموها. فابن سيرين يقول رؤيا النهار مثل رؤيا الليل، وهذا للرد على من قال بأن رؤيا النهار لا تعبير لها. ثم روى الإمام البخاري هذا الحديث، حديث أنس بن مالك، وهو يرويه
عن خالته أم حرام بنت ملحان رضي الله عنها قال: وقد رواه مسلم ولفظه: أتاني النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عندنا، فنام قيلولة. فقال أي نام. وهذا مما استدللنا به على ماذا؟ من يجيب؟ درس الرؤى. نعم يا أبا يحيى، أحسنت، أن رؤى القيلولة من أصدق الرؤى. من أي وجه يا أبا إسحاق؟ من كون النبي صلى الله عليه وسلم لحظات ثم استيقظ فكانت رؤيا على ظاهرها لا تحتاج إلى تعبير، وهكذا غالب رؤى الغفوة لا تحتاج إلى تأويل، فتكون صادقة قوية واضحة. ومن أمثلة ذلك ونماذج ذلك ما هو أيضا من رؤى الصحابة؟ من يذكر؟ من راجع ولله دره؟ أحسنت، لله درك. رؤيا عمر وعبد الله بن زيد في الأذان. جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن زيد قال: بين أنا بين النائم واليقظان. هذه رؤى الغفوة، هذه رؤى الغفوة، وهي أيضا يقال لها رؤى قيلولة. إن كانت في النهار فيقال لها رؤيا قيلولة ورؤيا غفوة. وإنما أردنا الشاهد أن الرؤيا هذه كانت في النهار، وكانت قوية وصادقة لأنها كانت في الغفوة. هذا يقال في غير رؤى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما رؤى النبي صلى الله عليه وسلم فكلها صادقة وكلها حق وكلها قوية، ولا ينظر في رؤى النبي صلى الله عليه وسلم من حيث القوة والضعف، هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى. ويقول ابن عباس كما في البخاري: رؤى الأنبياء وحي. قال: ومعنى ذلك وعند أحمد: بين رسول الله، أي بينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا في بيتي نائم قيلولة. ومعنى ذلك أنه كان في نوم القيلولة وهو نوم نصف النهار. وأما النوم بعد العصر فماذا يسمى؟ عيلولة. والنوم بعد الفجر حيلولة. وقيل العكس. لماذا يقال للنوم بعد الفجر حيلولة؟ قيل يحيل بين الإنسان ورزقه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولماذا يقال له بعد العصر عيلولة؟ لأنه سبب لهلاك الجسم وعلته. وهذا يا جماعة مجرب، النوم بعد العصر مجرب، أن الإنسان لو نام ثم استيقظ يكون خائف، يكون مذعور، يكون عنده شيء من القلق والخوف، ما يكون متزن. وأرى أنه يكون في هذا الوقت أشد من النوم بعد الفجر. ولهذا جاءت أحاديث كثيرة أكثرها لا تثبت، ضعيفة، أن من نام بعد العصر فجن فلا يلومن إلا نفسه، يعني أنه من أسباب الجنون. وجاء حديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هذا بعضهم يصححه موقوف عن عمر، وأما المرفوع فضعيف لا يثبت. كان عمر إن أراد أن يكتب إلى عماله يكتب بهذا، وإن صح موقوفا فله حكم الرفع. وما أدرى عمر أن الشياطين لا تقيل. قال: إذن أيها المسلم، إذا رأيت رؤيا في أي وقت وشعرت بأنها طيبة ومرتبة وصالحة فلا بأس أن تفسرها، سواء كانت في ليل أو نهار. ماذا قلنا من فائدة في سواء؟ ما إعراب سواء؟ نعم، سواء، سواء. نعم، يصلح أن تقول سواء ويصلح أن تقول سواء، هكذا يذكرون. وإعرابها كما هو معلوم: مبتدأ، سواء يكون مبتدأ أو تكون خبر مقدم. قال: إذن أيها المسلم، إذا رأيت رؤيا في أي وقت وشعرت بأنها طيبة ومرتبة صالحة فلا بأس أن تفسرها، سواء كانت في ليل أو في نهار، فليس للرؤيا الصالحة وقتا محددا، وهذا هو الأصل. قال المهلب: لا يخص نوم النهار على نوم الليل، ولا نوم الليل على نوم النهار بشيء من صحة الرؤيا وكذبها، وأن الرؤيا متى أريت فحكمها واحد، وإنما تختلف رؤيا الليل من رؤيا النهار
من حيث القوة. وقال العيني رحمه الله في عمدة القاري: لا فرق بين رؤيا النهار والليل وحكمهما واحد في العبارة، يعني إن كانت رؤيا مبشرة وسواء رآها في الليل أو في النهار حكمها واحد في العبارة، يعني أن لها تعبيرا، ثم بحسب تلك الرؤيا من حيث القوة والضعف. لما نقول من حيث القوة والضعف، قد تكون هناك رؤيا تذكر فيكون التعبير لكلها بسائر رموزها بسياقها وما جاءت من ألفاظ ورموز فيها، هنا تكون قوية، وقد تكون فيها حواشي وإنما يؤخذ بعض تلك الرموز فتعبر ويهمل بقية الرموز. هذا إن أردنا من حيث القوة والضعف إن تكلمنا في هذا الباب. وأيضا من حيث أن من الرؤى ما تكون على ظاهرها، هذه قوية لا تحتاج إلى تعبير، وهي التي مثل فلق الصبح. ثم قسم آخر وهي التي تحتاج إلى تأويل وفك لرموزها، هنا تكون أضعف من الرؤيا التي هي على ظاهرها. قال: القاعدة الثامنة: لا مانع من عرض الرؤيا إن غلب على الظن أن لها تفسيرا حسنا. قال: لا مانع من عرضها على أهل الخبرة من مفسر الأحلام المتمكنين في تأويل رؤى المنام. ولماذا جعلناها قاعدة؟ حتى لا يفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا من يحب، أن هذا على إطلاقه. أنا ما بيني وبين المعبر الفلاني معرفة حتى أحبه وأكن له الود، فلا أعرفه، قد يكون عن طريق الاتصال أو اللقاء لأول مرة، فليس شرطا أني أحبه. فهل هذا يعني الحديث لا أعبر الرؤيا إلا على من اتصف بحبي له أو بحبه لي؟ الجواب لا. من هنا ذكرناها قاعدة حتى لا يفهم ذاك الحديث على إطلاقه، وإنما تعبر الرؤيا إن التمس معبرا ماهرا يقصها عليه. وأيضا سبب ذكر مثل هذه القاعدة في هذا الموضع ليس على إطلاقه أن أي رؤيا تفزع وتخوف وتقلق الرائي أنها لا تعبر، لا، وإنما يستثنى من ذلك معبر الرؤيا الماهر المفسر الحاذق، لا مانع من أن تعرض عليه تلك الرؤيا. وليس هذا مما فيه مخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يكره فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. ليس هذا من باب المخالفة للنهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد جاء أبو قتادة وغيره من الصحابة برؤاهم إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يعمد الشيطان إلى أحدكم فيتخبطه ثم يغدو ويصبح يحدث الناس، إذا رأى أحدكم مثل ذلك فلا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. من هنا نستنبط أنه لا مانع من أن تعرض هذه الرؤيا على مفسر حتى ينظر، إن احتاجت إلى تأويل وكانت رموزها إنما يظهر منها الشر لكنها تبطن الخير بشر، وإن لم تكن كذلك نصح وأرشد الرائي إلى ما فيه الخير كيف يتعامل مع مثل هذه الرؤيا. وإنما النهي الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو في حق من يعرض الرؤيا على أي أحد، على الناس. قال: ثم يغدو أو ثم يصبح يحدث بها الناس، هذا هو الخطأ. لكن معبر رؤيا لا بأس أن تأتي بالرؤيا وتعرضها عليه، من باب أن الصحابة كانوا يعرضون رؤاهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو معبر ثم يقول هذه لا تعبير لها، وينهى أن تقص على غيره من الناس ممن لا يحسن التعبير. لماذا؟ سدا لذرائع الشر، سدا للمفاسد التي قد تحصل. فربما قصصت رؤيا من الشيطان على بعض الناس وقال
لك جزافا تعبيرها كذا وكذا، فيدخل في رأسك الهم ويقذف في قلبك الرعب، ومن هنا يتمكن منك الشيطان بالقلق والوسواس وما إلى ذلك. من هذا الباب نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قص الرؤيا لأي أحد سدا للذرائع. قال: والمميزين لمكنونها، وإنما ذكرنا المميزين لمكنونها من المعبرين الحاذقين الفاهمين الحكيمين، فهو إن دلت على تعبير صحيح، لأن الرائي يأتيه برؤيا ظاهرها الشر لكن قد يكون باطنها محمودا، هذا سيميزه المفسر الحاذق. ولهذا لو جئت إلى أي معبر فهو يعبرها إما بما يدخل عليك الهم والغم، وإما لا يعبرها أصلا، وإما أنه لا يرشدك ولا يذكرك بالآداب المهمة في التعامل مع مثل هذه الرؤيا. فإذا لا تعرض الرؤيا على أي مفسر، وإنما على الحاذق والماهر منهم، فهو إن وجد لها تفسيرا بشر، وإن لم يجد لها تفسيرا وكانت مما ليس لها تعبير أرشدك بالإرشادات، وإن كان لها تعبيرا مفزعا ومخوفا أوصل إليك التعبير بطريقة حكيمة بتنبيه لا يفزع هذا الرائي. قال: وما خفي فيها. وتقدم معنا نبذة يسيرة حول هذه المسألة في الرؤى التي من الشيطان. فإذا رأيت أخي المسلم رؤيا وكانت تحتمل الخير وتحتمل الشر في قرارة نفسك، هذا مهم. ما هو كل رؤيا تذهب بها إلى المفسر مما تحزنك وتقلقك، الأصل أنك منهي عن ذلك. الرؤيا التي من الشيطان تستعيذ بالله من شرها، التي لها علامات واضحة فيما ذكرنا في قسم العلامات التي من الشيطان، هذه خلاص اهملها واستعذ بالله من شرها. لكن هناك من الرؤى ما يكون هناك شيء من الأمل أن لها تعبير حسن، هذا يقع بعض الأحيان في نفس الرائي. هنا لا بأس أن يذهب ويعبر تلك الرؤيا التي أصل وجميع رموزها من الشيطان لأنها خوفته وأفزعته، لكنه يجد من خلال ما يسمع أن الرؤى ليست على ظاهرها، وأن من الرؤى ما يكون ظاهرها الشر ثم يكون لها تعبيرا، ثم يرى أن شروط الرؤيا التي من الشيطان لم تكتمل كلها في مثل هذه الرؤيا، يعني عنده شيء من الأمل أن تعبيرها قد يكون حسنا. هنا لا بأس أن يفسر تلك الرؤيا، هذا هو المراد من قولنا: وتحتمل الشر في قرارة نفسك وفي ظنك، فلا بأس أن تعرضها على أهل التأويل ولا تكتمها، وخاصة إن كانت على غلبة الظن عندك أن تعبيرها قد يكون حسنا، وأن مفسر الأحلام سيميزها وسيخبرك بخيرها إن كان فيها خير، أو نبهك على شرها إن كان فيها شر. وإن لم يكن لها تعبير بين لك ذلك، وبهذا تستريح ويذهب عنك ما قد يقلقك، وتكون قد أزلت عن نفسك لبسا وإشكالا، والحمد لله. قال: القاعدة 9: تعبير الرؤيا على غلبة الظن. قولنا تعبير الرؤيا على غلبة الظن هذا هو الأصل، فإن مفسر الرؤيا حتى وإن ظهر له رموز الرؤيا واتضح له تفاصيل معانيها، فإن ذلك لا يخرجها عن كونها على غلبة الظن، فليس تعبيره وحيا منزلا حتى نقول إن الله أطلعه على الغيب، وما هو مخبأ له في مستقبله، بل هي قواعد استخدمها المفسر للأحلام، فإن أصاب فمن الله التوفيق، وإن أخطأ فلا لوم عليه ولا عتب، ولا ينبغي أن يركن الرائي ركونا تاما محققا على تعبيرها. وهذا إن كانت الرؤيا تحتمل الشر، وصادف أنه عبرها عند معبر لا يحسن فخوفه وأتى له بتعبير يحزنه، فهنا لا يبالي ويعتقد اعتقادا جازما أن تعبيرها خلاص واقع ولا محالة. هنا لا بد وأن يعمل بهذه القاعدة.
فيقول ما يضرني إن شاء الله، أدعو الله أن يكفيني شرها وأن يذهب عني هذا الذي أتى به من تعبير. والرؤيا على غلبة الظن، هنا تستعمل هذه القاعدة، فليست هي على إطلاقها، يعني في الخير لا تقل هي على غلبة الظن فالله أعلم يقع أو لا يقع، هذا يتنافى مع الأدلة، لأن النبي أخبر أنها من بشارات النبوة الباقية، والله يقول لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد جاء في الأحاديث المتقدمة التي ذكرناها لكم عن أبي الدرداء أو عن أبي ذر وعبادة أنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هي الرؤيا الصالحة، أي عن قوله لهم البشرى. وقال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. فإذا في باب الخير والتعبير المحمود إن كان حقا من معبر حاذق ماهر لا تقول الله أعلم سيقع تعبيره أو لا يقع، لأننا عندنا قاعدة الرؤيا على غلبة الظن. وإنما هذا يغلب في جانب الرؤى التي تكون مخوفة وتعبيرها مفزع، مما عبره المعبرون الذين لا يحسنون ولا عندهم حكمة في التأويل. لماذا نذكر مثل هذا؟ حتى لا يظن الظان أن الرؤى والمنامات مجرد رؤى على غلبة الظن يقع أو لا يقع، فإذا ما هي الفائدة؟ أهتم بذلك وهذا على غلبة الظن. لا، هذه القاعدة على حسب ما فصلنا لكم الآن، وأيضا تستعمل في باب آخر وهو في أبواب القضايا الجنائية والقضايا والأخبار التي ينتج عنها أمور من ورائها فتن، كما تقدم معنا الذين ادعوا أن فلان القحطاني المهدي المنتظر، فتنة جهيمان، فهذه التي تأتي من قبيل الشيطان التي تسول إلى شر وإثارة فتنة وقلاقل، هنا تستعمل مثل هذه القاعدة. وأيضا رؤى تجعل الإنسان عنده ركون تام، جاءت رؤيا فقال له المعبر تعبيرها بإذن الله أنك من أهل الجنة، فهو هنا ترك العبادات وتقاعس في الطاعات وبعض الأعمال الصالحات ركونا منه أن المعبر قد قال أنني من أهل الجنة، ما عاد يحتاج أنني أتعب وأتكلف، خلاص نعم المقعد جاهز والأمور معتمدة، وكما يقال الأمور طيبة، هنا يقال له لا انتبه الرؤيا على غلبة الظن. وهكذا مما يسبب للإنسان غرور وإعجاب بالنفس وزهو، هنا قل له الرؤيا على غلبة الظن. وهكذا من رؤيا تأتي فتعبر بأن فلان هو الذي أساء إليك، فلان الذي سحرك، فلان الذي كاد لك، فلان الذي سرق مالك، فلان الذي أساء إليك، امرأتك خانت، تدل الرؤيا أن ابنتك خانت، أن كذا وكذا من الأمور والقضايا التي في شريعتنا لا بد فيها من أدلة وشهود، وليس الحكم فيها على مجرد رؤيا منامية. فهنا يستعمل مثل هذه القاعدة. يأتي من يقول أنا رأيت في المنام رؤيا تدل أن ليلة القدر في 27، فإذا قوموها وأنا ضامن لكم ما بعدها ليس هناك ليلة قدر. لماذا؟ قال لأنني قد رأيت رؤيا. هذا من تسولات الشيطان، يستعمل معه مثل هذه القاعدة الرؤيا على غلبة الظن. أناس لم يروا دخول شهر رمضان، لم يروا الهلال بسبب الغمام وما إلى ذلك، فيأتي إنسان ويقول أنا رأيت لكم رؤيا، هذه الرؤيا تدل فعلا جزما أنه بكرة رمضان، هل رأيت حتى نعتبر بشهادتك؟ يقول لا، أبشركم رأيت رؤيا. هنا يستعمل هذه القاعدة الرؤيا على غلبة الظن. فإذا هذا يستعمل في الأمور التبشيرية، قال لك المعبر تدل الرؤيا بإذن الله أن الله يفتح عليك بالعلم، هنا استبشر خيرا، وثق بأن هذا التعبير بإذن الله صحيح، لا تقول الرؤيا على غلبة الظن. قال بإذن الله الرؤيا تدل أن الله سيعينك على قيام الليل، على حفظ القرآن، هنا قل الرؤيا بإذن الله على اليقين، لأن التعبير صادق، ولأن الرؤيا صادقة، ولأن الله يقول لهم البشرى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. لأنك لو استعملت هنا مثل هذه القاعدة الرؤيا على غلبة الظن ستتقاعس، ما سيكون عندك همة واندفاع إلى
الخير والسباق إلى الأعمال الصالحة، ستقول هذه مجرد رؤيا على غلبة الظن. فهذه التفصيلات في مثل هذه القاعدة مهمة، وإنما تستعمل في بعض الرؤى التي تورث في الإنسان العجب، أو الرؤى التي من خلالها إثارة فوضى وقلاقل وفتن، كما هو الحال في الخوارج، يأتون برؤى منامية من خلالها يبنون أنه يعني سيكون كذا وسيكون كذا، يهيجون الشعوب على حكام المسلمين. توسعنا في هذا الأمر من باب الأهمية وضبط مثل هذه القاعدة. وبعض الأحيان التأليف ما تذكر فيه بتوسع، لأن هذا سيأخذ منك وقتا. لو ذكرت مثل هذا الكلام والتفصيلات تحتاج إلى رسالة مستقلة في مثل هذه المسألة، لكن مع التدريس يبين مثل هذه القاعدة. ثم أيضا حال التأليف يذكر نبذة ومختصرة حول ضبط وفهم مثل هذه القاعدة. قال: فإن أصاب فمن الله التوفيق، وإن أخطأ فلا لوم عليه ولا عتب. أيضا هذا مهم من جهة أن المعبر لا ينبغي أن يعاتب ويلام. أنت قلت أنني سأتزوج في هذه السنة، قد مرت سنة ونصف، إذن تعبيرك فاشل. قد يأتي إليك عازب وهو طوال السنة يعد الأيام والليالي بل والساعات والدقائق، فلما تمر السنة ما تزوج. قل له: يا أخي، الرؤيا على غلبة الظن، ولا يعني هذا رد تلك الرؤيا وأنه ليس لها تأويل، لا، من هنا يتأدب بآدابها هذا الرائي، فيقال: تمهل. قد يكون المعبر من باب الإطمئنان والفعل الحسن يقرب التعبير، فمثلا تدل الرؤيا، يأتي رمز من الرموز يدل على سنة، مثلا رقم 1 في رؤيا، أو بعض الأحيان 10، أو رقم 1000. الأصفار قد تهمل بعض الأحيان، ثم يؤخذ الواحد من هذه الأرقام، الواحد إما لشهر، إما لأسبوع، إما لسنة، إلى آخره، فهو يبشر. رأيت الرقم ماذا؟ يقول لك الرقم 10. المعبر رحمة وتفاؤلا يحذف ماذا يا عم علي؟ الصفر، فيقول إن شاء الله بعد شهر. هذا المعبر المتهور يقرب، لكن لا بد أن يحتاط لنفسه، فيقول إن شاء الله ما ستعدي هذه السنة إلا وقد تزوج. هنا جعل له خط رجعة، فهو إما الشهر هذا أو الثاني. هذا من باب الفعل الحسن. ولو أراد أن يدخل عليه تعبيرا آخر من خلال رؤية، يستطيع أن يقول له بعد 10 سنوات، أو لا يستطيع؟ هو رأى رمز 10 في الرؤيا، ثم رأى رمز آخر يدل على زواجه، أو قس على هذا في سائر الأشياء التي يتمناها العبد المسلم في هذه الدنيا. فإذا هنا قرب، وإلا كان بإمكانه، وهذا قد يحصل لبعض المعبرين الذين ما همهم تبشير الناس، وأهم شيء يذكر تعبيرا لا يعاتب عليه فيجعل له فسحة، فيقول له إن شاء الله بعد 10 سنوات ستتزوج. هل هذا أدخل عليه التفاؤل؟ ما أدخل عليه التفاؤل. فإذا إذا قال المعبر بعد سنة لا تلومه. هنا استعمل هذه القاعدة: الرؤيا على غلبة الظن، ولا يعني هذا رد الرؤيا وإهمال كل الرموز، وإنما إهمال ما يتعلق بالقرب في مثل هذا المثال. فهل يعني هذا أنه بعد 10 سنين إن جاءت السنة وما قد تزوج؟ طيب، إن كان الرائي يعني يأتي بانفعال إلى المعبر، فهنا يقول له: الله أعلم، أنا قربت لك من باب إذا أردت أفصل من رمز كذا وكذا، من باب الفعل الحسن. لكن إن جاء إلى معبر يقول له: ها خلاص ما اقتنعت بالسنة، اتمهل يمكن السنة الثانية، فيقول: لا روح ما عندك تعبير جيد. يقول له: خلاص، الرمز الذي كان في الرؤيا يدل على رقم 10، فإن شاء الله بعد 10 سنين. فإنما الشاهد لا لوم ولا عتب على المعبر. ثم استعمل في هذا المقام إن لم يقع تعبيره في الوقت الفلاني، أو لم يقع التعبير عاجلا أو تأخر أو تباطأ، استعمل مثل هذه القاعدة: الرؤيا على غلبة الظن. لماذا تستعملها؟ هل يعني هذا رد تلك الرؤيا ورد ذلك التعبير؟ الجواب لا، حتى تتأنى، وحتى لا تحمل الشحناء والبغضاء على
من عبرها لك وفسرها، ومن هنا تبغضه وتكرهه، ومن هنا تحذر منه. وللأسف هذا هو حال الكثير من الرائين، فيأتي برؤيا تفسر له، يعمل معه خير المعبر، يجعل له وقتا يفرغ من وقته يسخره لخدمته ونفعه، فإذا انقلب قال يا جماعة هذا معبر لا يحسن، أو هذا المعبر قال لي سيكون كذا وكذا، ولم يقع من تأويله شيء، فإذا هو معبر مشي الحال، أو معبر لا خبر عنده. ومن هذه الأقاويل هنا أدخل فيه الشيطان ما أدخل من الشحنة وربما الغيبة والنميمة وما إلى ذلك، ولو استعمل مثل هذه القاعدة لسلم وسلم نفسه. قال ولا ينبغي أن يركن الرائي ركونا تاما محققا على تعبيرها، ولكن ليكن متفائلا ومنتظرا للبشارة من باب إحسان الظن بوعد الله وقرب تحقيق فضله وكرمه. وأما اليقين والجزم والثقة التامة في تفسير الأحلام فلا ينبغي لاستحالة الاطلاع على ما يخفيه ربنا علينا في علم الغيب على حسب التفصيل المذكور. ولا ينبغي لمفسر الأحلام أن يجزم في تفسير رؤياهم، ولا ينبغي أيضا للرائي أن يعتقد في نفسه أن هذا التعبير واقع لا محالة. من الذي قال الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره يا عمر؟ الإمام أحمد. وثبت بنحو ذلك عن من يجيب؟ أحسنت، عن سفيان الثوري. قال ولا ينبغي لمفسر الأحلام أن يجزم للناس في تفسير رؤاهم، ولا ينبغي أيضا للرائي أن يعتقد في نفسه أن هذا التعبير واقع لا محالة ويبقى يمني نفسه ولماذا لم يقع ولعل المفسر أخطأ، أو أنه لا يعرف كيف يفسر، وقد يسيء الظن بالمفسر وأنه كان غير صادق وأنه كذب عليه وأن تعبيره ليس قويا وأنه ضعيف في التفسير. يعني هذه أحكام يطلقها بعض الرائين مع أنه جاهل في باب الرؤيا التي يراها، ما يستطيع يفسرها ولا يميز ما كان من الشيطان وما كان من الله وحديث النفس وأضغاث الأحلام، ففاقد الشيء لا يعطيه. فكيف يأتي من هنا يقوم الناس؟ هذا معبر قوي، هذا معبر ضعيف، هذا معبر لا بأس به، هذا مفسر نص بنص. هذا لا يليق بإنسان فاقد لمثل هذا الشيء. وإنما يحكم بمثل هذه الأحكام المعبر الذي عرف بأنه متمكن، فهو الذي إن عرضت رؤى عبرها فلان وفلان من الناس هو الذي يحكم، فيقول تعبيره قوي أو تعبيره ضعيف. هذه آداب ينبغي أن يتحلى بها الرائي، ولا يحسن التأويل وغير ذلك والله المستعان. فيا أيها الناس، تفسير المؤول إنما هو ظني وليس يقيني. ما هو الدليل من القرآن أن تعبير الرؤيا على غلبة الظن؟ قال يوسف وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. يعني ذهب بعض المفسرين إلى أن الظن هنا أي في تعبير رؤيا يوسف للسجينين كان عن ظني وليس يقيني، وهذا غير صحيح، وإنما يكون ظني لغير الأنبياء، وأما تعبير الأنبياء فهو يقيني. فالظن هنا في هذه الآية بمعنى اليقين. وقال للذي ظن أي تيقن، وعلى هذا جمهور المفسرين. وذهب بعضهم إلى أنه ظن بمعنى عدم اليقين في التعبير الذي عبر لهما يوسف، وهذا قول ضعيف قد قال به بعض المفسرين. لكن القول الصحيح في تفسير هذه الآية أن الظن في هذا المقام بمعنى اليقين. وقد يأتي الظن بخلاف اليقين، لكن يوسف عليه السلام عبر عن يقين لأنه نبي، ولأن ابن عباس يقول رؤى الأنبياء وحي، وهذا شامل لرؤاهم ولما يعبرونه. وإنما نأمل أن يبشر بالخير ويحذر من الشر، وأن يكون مصيبا في ذلك التفسير، وليس معناه الركون التام والجزم الأكيد. وكذلك الرؤيا إن كانت تحذيرية تجد الكثير يظن أن تفسيرها واقع لا محالة، وهذا خطأ. وليكن الإنسان على ثقة بأنه لن يكون إلا ما كتب الله وقدره على عبده، وأن الرؤيا إنما هي سبب ورحمة من الله للعبد حتى
يبتهل له بالدعاء والرجاء. إيش هذه؟ هذا أخ كتب هذه الورقة قال: قد يعبر الدرهم بالولد، هذا على حسب الدروس التي تقدمت معنا، من باب قول الله عز وجل في قصة يوسف: وكان ولدا صغيرا وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، يعني ذكر يوسف في سياق الدراهم في هذا الموضع. وهناك أخ ممن يتابع الدروس المنشورة الصوتية في المواقع وفي تليجرام قد صار عنده مكنة واستفاد، فلما قلنا ذاك اليوم المطلوب من كل واحد يأتي بكيفية تعبير ابن غنام للدرهم بالولد، أتيناكم بهذا الاختبار تذكرون، فهو راسلني بالواتساب وأتاني برسالة طويلة كيف عبر الدرهم بالولد، جاء بعدة أوجه وكلها سديدة. نكتفي بهذا القدر، سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.